أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الإخبارية العاجلة. تفاصيل بلاغ من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. أهلا بكم بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. أجرى محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الاثنين بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية برباط مباحثات مع الجنرال دارمي زيفرين مامادو رئيس أركان القوات المسلحة قائد منطقة الدفاع الذاتي لباناغي بجمهورية إفريقيا الوسطى، الذي يقوم بزيارة للمملكة المغربية من 17 إلى 23 يناير الجاري على رأس وفد عسكري هام. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المسؤولين ناقشا مختلف جوانب التعاون العسكري الثنائي والتي تهم أساسا التكوين وتبادل الزيارات، كما أعرب عن ارتياحهما لمتانة علاقات التعاون بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة بإفريقيا الوسطى. وبهذه المناسبة أعرب رئيس أركان القوات المسلحة بإفريقيا الوسطى عن امتنانه لجلالة الملك على الدعم المقدم للقوات المسلحة بإفريقيا الوسطى، مثمنا عمل التجريدة المغربية في إطار مهمة تحقيق الاستقرار ودورها المحوري داخل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا. وفي نفس اليوم استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة الجنرال دارمي زيفرين مامادو رئيس أركان القوات المسلحة بجمهورية إفريقيا الوسطى. وأعرب المسؤولان خلال مباحثاتهما عن ارتياحهما للدينامية التي تتبع علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة وجمهورية إفريقيا الوسطى، وبحث آفاق توسيعها لتشمل مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. وخلص البلاغ إلى أن القوات المسلحة الملكية تشارك منذ سنة 2014 في حفظ السلام بإفريقيا الوسطى داخل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى بتجريدة قوامها 750 جنديا.